ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنبدا فيديو جديد. فيديو النهارده هتتعلموا الاساسيات بتاعه السكيت. طبعا انت لسه عايز تبدا سكيت ففي حركات محتاج تتعلمها، واهم حاجه ان انت تبدا تمشي وتعمل التي بريك او التي ستوب علشان تفرمل طبيعي، علشان ما تخبطش في الناس. وممنوع منعا باتا تنزل كروزات وانت اقل من ليفل 2. لازم تعرف تمشي وتفرمل. تمام، بعرفكم من اولها. ويلا نخش في فيديو النهارده. بالنسبة للمشي، أهم حاجة زي ما انتم شايفين في الفيديو اللي قدامكم، هتحطوا ايديكم على ركبتكم بالتدريج. أهم حاجة تحط ايدك على ركبتك، ظهرك يبقى لقدام، ما ترجعش ظهرك لورا. ظهرك لو رجع لورا هتلاقي نفسك بترجع لورا وهتقع، فممنوع منعا باتا ترجع ظهرك لورا ولا تفرد ركبتك. اتني ركبتك وايدك على ركبتك، او ممكن تسند في الاول ايد على الركبه وايد وانت ماسك في حد او انت ساند على حيطه مثلا. فتجرب بقى تزق رجل، تعمل رجلك 7 على شكل رقم 7 او على الفي كده حرفيا زي ما انتم شايفين في الفيديو اللي قدامكم. فتبدا تزق فرده وفرده لا. في تمرين هتشوفوه قدامكم ان انت تعمل رجليك بحرف التي وتفضل تزق كل جنب بجنب زي ما انتم شايفين في الفيديو. طيب بالنسبة للحركة اللي انت هتحتاجها علشان تفرمل التي بريك. التي بريك من اسمها بتعمل رجلك بحرف التي، بس بتسيب مسافة زي ما انتم شايفين في الفيديو. بتسيب مسافة ما بين رجليك الاتنين علشان لو رجليك الاتنين لمسوا بعض هتقع، ولو سبت مسافة طويلة قوي هتلاقي نفسك بتلف زي ما انت شايف. فخلي المسافة وسط. واهم حاجة ايدك، يعني في الاول جرب تحط ايدك على ركبتك اللي هي بتبقى قدام، بحيث ان انت بتتقل وزنك على رجلك اللي قدام مش اللي ورا، واللي ورا تخففها خالص كأنها بتسلايد. تمام، فانت خفف رجليك اللي ورا وسيب مسافه ما بين رجليك الاتنين وتقل على رجلك اللي قدام. هتقولي عادي هتقولي هي بتلف وبتاع، اقولك عادي بالتدريج. الحركه مش هتيجي من اول يوم ولا من اول مره، ممكن تيجي من اول مره بس مش دايما. تمام، فركز على النقط اللي انا قلت لك عليها. تقل رجلك اللي قدام، سيب مسافه، خلي رجلك اللي ورا تخففها وتسلايد بس. اسهلهم بقى بس مفيدة للسرعات البطيئة. تي بريك تنفع في السرعات العالية، هي مش تفرمل بس هي بتقلل سرعتك. تمام، بالنسبة للفرملة هتحتاج سلايدات عالية، باور سلايد وماجيك، في ناس بتقف بيها اصلا. الحركة الثالثة والأخيرة في الفيديو ده السبين بريك، دي أسهلهم أساسا. السبين مبسطة جدا، بتفتح رجلك وتلف. هي لا طريقتين، تفتح رجلك تلف زي ما انت شايف بس تزق رجليك اللي قدام، وبعدها تلف بجسمك عادي كأنك داخل ماجيك بس ما تسلايدش، هي بس بتقلل سرعتك. تمام، وممكن تعمل حركة تانية ان انت تحاول تفتح ايجل بس ما تفتحش ايجل، يعني كأنك داخل تفتح ايجل بس تقفل رجلك تاني بحيث ان انت تسبن. عشان في ناس بتعرف تجيب الايجل من بدري عادي، في ناس الايجل بتحتاج ليها تدريب شهور، وفي ناس ما بتعرفش تجيبها اساسا. فدي طريقة السبين بالطريقتين السهلين بس. وبس كده. ممكن تشوفوا الفيديو اللي في الاي ده، هيساعدكم ان انتوا تختاروا السكيت اللي انتوا عايزين تشتروه علشان تبداوا. والفيديو ده هيساعدكم ان انتوا عشان تبداوا السكيت اساسا الاساسيات. هتلاقوا برضو في الاي فوق التوتوريال بتاع كل الحركات اللي انت ممكن تتخيلها، من باترفلاي وايجر وايجل، وحرفيا الحاجه الوحيده اللي تبقى ناقصه جنبات. انا كامل التوتوريال للاخر، فعايزين تفاعلكم وعايزين نوصل لعدد مشتركين كبير جدا الفتره الجايه بس.